القصة بتبدأ في ريف الصعيد مع عمدة البلد الحاج عبد الجواد البرعي. والحاج عبد الجواد كان عنده ولدين وبنتين، وهما سميحة البنت الكبيرة ومحمود، وبعده فاطمة، وآخر واحد عبد الرؤوف. سميحة كانت متجوزة من ابن عمها مصطفى البرعي، وكانت عايشة حياة سعيدة. وبعد سنة واحدة من جوازها تم استدعاء مصطفى جوزها وأخوها الكبير محمود للخدمة العسكرية. وبعدها جالها خبر من أهل القرية بموت جوزها مصطفى في الجيش بالغلط، وحزنت سميحة على موته وعلى نفسها، وده لأنها عارفة إن عمرها هيضيع ومش هتلاقي راجل يرضى بيها غير زوجة تانية، وكمان هتتحرم من الخروج من البيت أو إنها تعيش زيها زي أي بنت تاني ما اتجوزتش. أما الحاج عبد الجواد فكان حزين على جوز بنته، وفي نفس الوقت قلقان على ابنه اللي ما سمعش عنه أي خبر، وفضل عايش على أمل إنه يظهر في يوم من الأيام وما يسمعش فيه خبر وحش أبدا. وعدى سنتين عبد الجواد فيهم كان بيقعد بعصايته قدام البيت كل يوم مستني ابنه محمود يرجع له، وفقد الكل الأمل في رجوع محمود، وخصوصا إن معظم اللي سافروا رجعوا لأهاليهم. واتملى بيت عبد الجواد البرعي حزن وكآبة، واتعرف إنه بيت ما دخلتوش الفرحة من وقت غياب محمود، لحد ما في يوم دقت الفرحة بيت عبد الجواد بمجية عريس لفاطمة بنته الصغيرة. العريس كان اسمه عبد البار الزناتي، كان من بلد تانية لكن سافر هو وامه بعد ما ابوه واخواته ماتوا بسبب الطار، وما تبقاش غير هو وامه، واللي كان نفسها ابنها ما يموتش زي ابوه واخواته، وعشان كده قررت تسافر معاه وتبعد عن شبح الموت اللي اكل منها عيالها وجوزها. واختارت بنفسها بنت شيخ العمدة واللي كان ممكن يحميه، ولو حد فكر ياخد من ابنها طار الشيخ عبد الجواد مش هيسيب حقه. الشيخ عبد الجواد قابل عبد البار الزناتي وحس انه راجل وهيعوضه عن غياب ابنه الكبير، وهيكون سند لابنه الصغير اللي لسه طايش وما يعرفش حاجه. وافق الشيخ عبد الجواد على الجوازه، ورجعت البهجه تاني لعيله البرعي ولكل اهل القريه. وبدأ الحاج عبد الجواد يتناسى ابنه محمود، وما بقاش يخرج يستناه زي الأول، وعوضه ربنا بخطيب بنته اللي كان دايما يسأل عليه ويونس وحدته. ورجع عبد الجواد لشغله، وبقى يتمشى بين شوارع القرية زي عادته، ويوري الناس إنه رجع تاني زي الأول. عبد البار الزناتي العريس كان بيروح كل يوم اللي بيت الحاج عبد الجواد يقعد مع خطيبته ويتونس بالحاج عبد الجواد اللي بقى بيعتبره زي أبوه، لحد ما في يوم راح عبد البار البيت ودخل كالعادة من غير ما الغفير يكلمه، لأنه عارف حب العمدة ليه وإنه بيعتبره زي ابنه. وأول ما عبد البار دخل البيت لقى قدامه سميحة، واللي كان أول مرة يشوفها، وعرف إنها أخت فاطمة الكبيرة واللي جوزها مصطفى مات في الجيش. وسأل عبد البار على الحاج عبد الجواد وخطيبته فاطمة، وعرف إنهم في الأرض وهيتأخروا لأنهم هيروحوا بعدها يزوروا قبر أمها. قعد عبد البار مع سميحة واللي كانت أجمل وأرق من فاطمة، وما قدرش عبد البار يقاوم سحرها، ووقع في حبها من أول نظرة، وقعد يتكلم معاها على اللي حصل لجوزها. أما سميحة اللي كانت مفتقدة لوجود راجل يهتم بيها أخدها الكلام مع عبد البار، وفضلوا سوا لحد ما الحاج عبد الجواد وفاطمة رجعوا من المقابر. عبد الجواد زعق لسميحة اللي قاعدة مع راجل غريب لوحدها في البيت، لكن لأن الغريب كان بالنسبة له قريب ما كبرش الموضوع، وقعد مع عبد البار كعادته يتكلم معاه. عبد البار كان الشخص الوحيد اللي الحاج عبد الجواد يقدر يتكلم معاه عن محمود ابنه وعن اللي كان بيعمله زمان، وكل واحد فيهم لقى في التاني اللي كان مستنيه. عبد البار لقى الأب اللي مفتقده، وعبد الجواد لقى الابن اللي مستنيه. وعدت الأيام وعبد البار يسهر بالليل يفكر في سميحة وفي جمالها، وبدل ما كان يقعد مع فاطمة خطيبته كان يسيبها ويقعد مع الحاج عبد الجواد من غير ما يهتم حتى بوجودها، لدرجة انه نسي انها خطيبته وميعاد جوازهم ما فضلش عليه كتير. لكن عبد البار ما شغلش باله غير سميحة، وندم انه ما شافهاش من زمان. وفي تاني يوم عبد البار كان عارف ان الحاج عبد الجواد مع فاطمة وعبد الرؤوف بره البيت، فقرر يروح الدوار عشان يقعد مع سميحة. ودخل عبد البار البيت وقال للغفير انه هيستنى الحاج عبد الجواد. واول ما دخل نادى على سميحة بحجة انها تسليه لحد ما الحاج عبد الجواد يرجع البيت. سميحة كانت خايفة من ابوها، لكن عبد البار طمنها انهم اول ما يسمعوا صوته تطلع هي اوضتها ومحدش هيعرف انها كانت معاه. وافقت سميحة وقعدت مع عبد البار تتكلم وتضحك، وحست ان الدنيا بدأت تضحك لها تاني مع واحد مش فارق معاها انها كانت متجوزة. واستمرت المقابلات بين عبد البار وسميحة تزيد لحد ما بقوا يتقابلوا كل يوم. سميحة كانت مبسوطة بوجود عبد البار في حياتها، لكن حاسة بالذنب بسبب اختها اللي بتشتكي لها من اهمال عبد البار، وانها حاسة انه ما بيحبهاش. لحد ما في يوم واثناء ما الحاج عبد الجواد قاعد مع عبد البار قرر يحدد ميعاد الفرح واللي هيبقى بعد اسبوع، وراح مدي عصايته لعبد البار هدية فرحه واللي كانت من العاج، ورثها الحاج عبد الجواد من ابوه. ولان ابنه الكبير غايب طلب من عبد البار تفضل امانه معاه لحد ما ابنه عبد الرؤوف يكبر او محمود ابنه يرجع. رفض عبد البار في البدايه، لكن بعد تصميم الحاج عبد الجواد اضطر ياخدها. عبد الرؤوف الابن الصغير كان غيران من معامله ابوه لعبد البار، وبعد ما عبد البار مشي اتخانق مع والده انه اداله العصايه اللي من حق اخوه الغايب ومن حقه،
وفي الوقت ده رجع عبد البار البيت وحكى لأمه عن اللي بينه وبين سميحة، وإنه عايز يسيب فاطمة لأنه ما بيحبهاش. أم عبد البار لطمت على وشها وهي بتقول مش مكتوب لي يعيش لي عيال. وفكر عبد البار إزاي يسيب فاطمة ويتجوز سميحة، لكن ملقاش أي طريقة. وعلى قرب ميعاد الفرح راح عبد البار لسميحة في الميعاد اللي متفقين عليه، وطلب منها يهربوا مع بعض لأي مكان ويتجوزوا ويعيشوا مع بعض. سميحة رفضت إنها تعمل كده في أختها، وطلبت منه ما يجيلهاش تاني البيت ويعيش الحياة اللي مكتوبة له مع فاطمة. عبد البار أول ما سمع كلام سميحة اتعصب عليها وقال لها إن هيقول للحاج عبد الجواد إنه بيحبها ورايدها هي. مسكت سميحة إيد عبد البار وبستها وهي بتترجى ما يعملش كده، وقرب عبد البار من سميحة وفجأة دخل معها في علاقة محرمة. وبعد اللي حصل لطمت سميحة على وشها وشقت هدومها من المصيبة اللي عملتها. بس عبد البار حاول يطمنها وقال لها إن كده ما قدامهمش حل غير إنهم يهربوا، واتفق مع سميحة على الوقت اللي هيهربوا فيه من القرية، وكان فاضل على الفرح يومين. وجي الميعاد وعبد البار كان مستني سميحة في المكان اللي اتفقوا عليه، وعدى ساعة واتنين وسميحة ما جاتش. رجع عبد البار البيت وعرف إن الحاج عبد الجواد تعبان، وجري عبد البار عليه، لكن عبال ما وصله كان الحاج عبد الجواد مات. حزن عبد البار عليه وحزنت القرية كلها، وما كانوش عارفين مين ينفع يبقى عمدة القرية من بعده، وده لأن عبد الرؤوف كان لسه صغير ومعروف عنه إنه طايش. واتأجلت جوازة عبد البار من فاطمة لحد ما عبد البار قرر يسيب فاطمة واعترف لها إنه ما حباش ولا عمره هيقدر يحبها. وحزنت فاطمة أضعاف حزنها وفضلت قافلة على نفسها وخايفة من كلام الناس. أهل القرية كانوا بيتودودوا إن عبد البار كان عايز يتجوز فاطمة عشان أبوها، ولما مات سابها. سمع عبد الرؤوف كلام أهل القرية عن أخته، وزاد جوه قلبه الحقد والضغينة ناحية عبد البار، ووعد فاطمة إنه ياخد لها حقها منه. وعدت الأيام وعبد البار بيحاول يقابل سميحة، لكن ما كانش عنده سبب يدخل بالبيت، فقرر يرجع لفاطمة ويستسمح أخوها عبد الرؤوف في اللي عمله، وتحجج له إنه كان بس حزين على موت الحاج عبد الجواد ومتأثر. فاطمة فرحت لما سمعت الخبر، لكن عبد الرؤوف ما كانش موافق على رجوعه بعد ما الناس كلت وشه هو واخته. بس فاطمة كانت بتحب عبد البار، وكانت عارفة إن ما قدامهاش حل تاني غير إنها تتجوزه عشان كلام الناس. وفضلت فاطمة تتحايل على أخوها يوافق، لكن عبد الرؤوف فضل مصمم على قراره. وفي الوقت ده مجلس القرية قرروا يعينوا عبد الودود البرعي، واللي بيكون واحد من ولاد اخوات الحاج عبد الجواد واخوه مصطفى. وكان من عرف اهل الصعيد ان الاخ يتجوز ارملة اخوه، لكن الحاج عبد الجواد ما كانش موافق. وبعد موته قرر عبد الرؤوف يجوز سميحة لابن عمه. في الوقت ده رجعت فاطمة تحبس نفسها في الأوضة، لكن المرة دي قررت تبطل تاكل أو تشرب. سميحة ما استحملتش اللي بيحصل في أختها وندمت إنها دمرت حياتها زي ما حياتها اتدمرت، وخصوصا إن أخوها كمان عايز يجوزها غصب عنها من أخو جوزها. سميحة لا كانت قادرة تستحمل تشوف أختها حزينة على حبيبها، ولا كانت عارفة تهرب مع حبيبها وتسيب أختها تموت من حسرتها، فقررت تنتحر. وقبل ما تعمل كده سابت جواب لاختها بتقول فيه انها حزينه على موت جوزها مصطفى ومش قادره تعيش من غيره. واخدت سميحه طبنجة ابوها وضربت النار على نفسها وماتت. وصل الخبر لعبد البار، واللي دخل في حاله صدمه وندم انه ما هربش معاها من زمان. وفضل عبد البار عايش في حسرته، يمشي في شوارع القريه بالليل وهو تايه وحزين ومع عصايه الحاج عبد الجواد، لحد ما في يوم شافه عبد الرؤوف وهو ماشي بعصايه ابوه، فطلب منه يديها له. رفض عبد البار، فاخدها عبد الرؤوف منه غصب عنه وضربه بيها وسابه ومشي. عبد البار شاط من الغضب اللي كان كاتمه جواه، فقرر انه لازم ينتقم من عبد الرؤوف اللي هانه وكان السبب في موت حبيبته. وبدأ عبد البار يراقب عبد الرؤوف عشان يضربه في اللحظة المناسبة، لحد ما جت اللحظة دي وفجأة هجم عبد البار على عبد الرؤوف وطلع من جيبه مطوة وطعنه بيها أكتر من طعنة لحد ما خلص عليه. ولأن الدنيا كانت ليل ما سمعش أهل القرية غير صوت حد بيصرخ، وعقبال ما خرجوا من بيوتهم ما شافوش غير واحد بيجري بعيد. اتلم اهل القريه على عبد الرؤوف عشان يلحقوه، ما كانوش عارفين مين عمل فيه كده. ورمى عبد البار المطوه اللي طعنوا بيها، ورجع البيت وهو بيترعش من الخوف وبيفتكر اللي حصل في اخواته اللي ماتوا بسبب الطار. عرفت ام عبد البار اللي ابنها عمله، وقررت تنزل من البيت عشان تعرف اللي الناس بيقولوه. واكتشفت ان محدش من اهل القريه دري باللي عمل كده، فجريت بسرعه تطلب من عبد البار ينزل يقف مع الناس عشان محدش يشك فيه. نزل عبد البار يمثل انه متاثر ومحدش شك فيه. وعدت الايام وعبد البار حزين على موت سميحه والحاج عبد الجواد، لحد ما في يوم رجع للقريه محمود الغايب من سنين، وفرح اهل القريه كلهم برجوعه. لكن ملحقش محمود يتهنى، لانه اول ما دخل البيت لقى فاطمة اخته لوحدها والحزن والغم باين عليها. وعرف محمود كل حاجة حصلت في فترة غيابه، وحلف انه لازم ياخد بطار اخوه الصغير عبد الرؤوف. وفضل يسأل اهل القرية عن الشخص اللي شافوه وعن مين ممكن يبقى على خلاف مع اخوه لدرجة انه يقتله،
حكى له أهل القرية عن إن عبد البر الزناتي الوحيد اللي كان عبد الرؤوف ما بيحبوش، وخصوصا بعد ما ساب فاطمة، لكن مش متأكدين لأنهم ما شافوش مين اللي كان بيجري بعيد ومحدش لحقه. حاول محمود يعرف منهم تفاصيل أكتر عن اللي حصل من أول ما سمعوا صوته، وإذا كانت في حاجة كانت مرمية جنبه تدل على مين القاتل، لكن محدش من أهل القرية افتكر حاجة. رجع محمود لبيته ومغموم وحزين ومش عارف يعمل إيه، وقرر إنه تاني يوم يروح للي اسمه عبد البر الزناتي عشان يتأكد إذا كان هو قتل أخوه ولا لأ. في الوقت ده عرف عبد البر إن محمود رجع القرية، فقررت أمه إنها تهرب معاه للمرة التانية قبل ما محمود يموت ابنها اللي فاضل لها في الدنيا. وسافر عبد البر مع عمه القرية الفرعونية عند قرايبها عشان يحموها هي وابنها. وفي تاني يوم راح محمود البيت بتاع عبد البر، لكن محدش رد عليه. محمود افتكر انهم مش عايزين يفتحوا له، ففضل يخبط على الباب لحد ما كسره، لكن اول ما دخل اكتشف ان مفيش حد جوه، لكن لاحظ ان العصايه بتاعت ابوه في البيت، وبدا شكه يتحول ليقين ان عبد البر هو قاتل اخوه. وبعدها بفتره جاب له حد من اهل القريه مطوه عليها دم، وقالوا ان غالبا المطوه دي هي اللي اخوه اتقتل بيها. فراح محمود لاهل القريه وشاهدهم انه هيرجع حق اخوه اللي مات. وسافر محمود عشان يدور على عبد البر الزناتي وياخد منه طاره. وفي الوقت ده كان عبد البر استقر مع امه في القريه، قدر اهل والدته يجيبوا له شغل، وزي ما الخبر بيقول اشتغل عبد البر في اطيان حضره معالي حلمي عيسى باشا. وبدا عبد البر يعيش حياته وينسى الماضي. وبعد سنتين وحسب الخبر وصل القريه واحد اسمه عبد الرحمن، واللي كان سمكري بيصلح البواجير. عبد الرحمن كان بيتنقل من بلد لبلد يلقط رزقه لحد ما وصل لقرية الفرعونية في مركز أشمون، وهناك طلب عبد الرحمن من أهل القرية يساعدوه يستقر عندهم لأنه تعب من السفر، وخصوصا بعد ما عرفوا إنه يتيم وملوش أهل ولا عزوة. وبسبب هيئة عبد الرحمن وضخامة جسمه عرض أهل القرية عليه يشوف له شغلانة عند حلمي باشا، واللي كان مشهور بعطفه وبطلبه الدايم للشباب اللي زيه. راح عبد الرحمن لحلمي باشا واللي وصل له خبره، وبعد ما سمع أوصافه وافق يشغله غفير مع عبد البر. استلم عبد الرحمن بندقيته وراح لعبد البر يتعرف عليه، واندمج عبد الرحمن مع أهل القرية ومع عبد البر الزناتي من طول الوقت اللي كانوا بيقضوه مع بعض. وفي يوم زي ما الخبر بيقولوا أثناء ما هم ماشيين وسط الحقول سمعوا حركة وصوت ورا أكياس القطن، فمسك كل واحد منهم بندقيته وتسللوا ناحية مصدر الصوت بكل هدوء لحد ما شافوا شبح راجلين بيحاولوا يسرقوا أكياس القطن. فهجم عبد البر وعبد الرحمن عليهم هما الاتنين وحاولوا يكتفوهم، لكن واحد من الحرامية كان مسلح، وقبل ما يضرب النار على عبد الرحمن هجم عبد البر عليه وتصب رصاصة في كتفه وهرب اللي ضرب النار. أما التاني فكان على الأرض بيتألم من الضرب. عبد الرحمن كتف الحرامي في الشجرة وشال صاحبه عبد البر لحد ما وصل بيه المستشفى، وفضل نايم جنبه لحد ما فاق. فشكروا عبد الرحمن على انقاذه لحياته، ووعدوا ان عمره ما هينساله انه ضحى بحياته عشانه. ومن اليوم ده وتحول عبد البر وعبد الرحمن لأعز اصحاب، وبقوا يقضوا اليوم كله مع بعض ويسهروا سوا بالليل يشربوا خمره. وفي يوم قرر عبد البر انه يفضفض لعبد الرحمن عن اللي حصل له زمان، وحكى له عن الحاج عبد الجواد اللي كان بيعتبره زي ابوه، وعن بنته سميحه اللي حبها على الرغم من انه خاطب اختها وبسببه موتت نفسها. كمل حكايته وهو بيعيط وبيقول انه ما اكتفاش ان حبه موت سميحه، لا كمان قتل اخوها لانه شاف انه السبب في موتها بعد ما كان عايز يجوزها غصب عنها. واعترف عبد البر لعبد الرحمن انه ندمان على اللي عمله، وعارف ان هيجي يوم وحق سميحه وعبد الرؤوف هيجي. عبد الرحمن سمع اللي عبد البر قاله وكان في حالة صدمة، وعدى على باله شريط ذكرياته وافتكر اليوم اللي خرج فيه محمود من قريته عشان يجيب حق أخوه. وبعد ما لف كل القرى اللي كان متوقع إنه هيلاقي عبد البر الزناتي فيها تعب من التدوير وخلصت كل الفلوس اللي معاه، وساعتها قعد في الشوارع يشحت لأنه لا عارف يرجع لقريته من غير حق أخوه ولا عارف يوصل للي قتله. وساعتها لقى محمود راجل كبير بيسأله عن حاله، ولما عرف قصته قرر يشغله معاه سمكري وعلمه إزاي يصلح البوابير والآلات. واتعلم محمود وبدأ يشتغل بإيده مع المعلم بتاعه لحد ما المعلم بتاعه مات، وساعتها راح الجنازة بتاعته في بلده في أشمون. ومن هناك قرر محمود يستقر ويغير اسمه ويبدأ حياة جديدة لأنه مش عارف يرجع قريته، وقرر إنه مش هيرجع يسمي اسمه محمود تاني غير لما ياخد حق أخوه. فاق عبد الرحمن من ذكرياته أو بالأصح محمود، وما كانش مصدق إن أعز أصحابه هو نفسه قتل أخوه كمان أخته. محمود كان متردد ما بين أصوله الصعيدية اللي بتحتم عليه يجيب طاره ويرجع بلده رافع راسه، وما بين إنه يحافظ على أعز أصحابه اللي ضحى بحياته عشانه. ومن فرط تفكيره قرر يرجع أوضته وينام أحسن ما يطق من التفكير. وفي تاني يوم كان محمود واخد قراره، وأثناء ما هو ماشي مع عبد البر وسط الحقول والمزارع كالعادة دخل عليهم الليل. وزي ما الخبر بيقول أدرك عبد الرحمن إن هو ده الوقت اللي كان مستنيه من سنين، فسحب بندقيته ووجهها ناحية عبد البار. ما فهمش عبد البار اللي بيحصل وافتكر إن صاحبه بيهزر معاه هزار تقيل، لكن فجأة ضرب عبد الرحمن النار على صاحبه. وأثناء ما عبد البار بيطلع في الروح فهم إن عبد الرحمن هو نفسه محمود، فضحك له وقال له كده يا صاحبي ده
انا فديتك بروحي. محمود انهار وشاف صاحبه ميت قدام عينيه، وقبل ما صوت الرصاصه يلم الناس عليه هرب محمود من القريه وركب اول قطر للصعيد. سمع وصول محمود القريه كلها، واول ما محمود شاف اهل القريه جايبين له، طلع قميص عبد البر الزناتي الغرقان بالدم وقال لهم انه جاب حق اخوه. وفرح اهل القريه بمحمود وفضلوا يرقصوا معاه ويحتفلوا بيه لحد تاني يوم. وبعد ما خلصوا راح محمود لبيت عبد البر الزناتي، ووسط التراب اللي كان مالي المكان مسك محمود عصاية ابوه ونام على السرير وهو بيفتكر صاحبه. وفي تاني يوم كانت فاطمه عرفت برجوع اخوها، لكن ما كانش لسه وصل عندها البيت، فطلبت من اهل القريه يدوروا عليه. وكان واحد منهم شايفه ورايح ناحيه بيت عبد البر الزناتي، فراحوا كلهم يشوفوه وكمان يحذروه، لان الشرطه عرفت اللي حصل وبعتين حمله. وهناك لقوا محمود نايم على السرير وسط العفره والتراب وفي حضنه عصاية ابوه، فحاولوا يصحوه لكن اكتشفوا ان محمود ما بيصحاش لانه مات من حزنه على صاحبه واخوه. الفيديو ده كتبته مريم ابراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، وعمل الفيجوالز خالد جلالة، ومنتجته مريم فودة. وما تنسوش تعملوا فولو عشان تتابعوا الفيديوهات القديمة والجديدة. سلام.